بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه. إخوتي أخواتي، تحية طيبة لكم جميعا. العدو الصهيوني الإرهابي المجرم كره أن يحمل الفريق المغربي راية فلسطين أمام أنظار العالم في قطر، وقد اتهم الصهاينة المجرمون المنتخب المغربي بأنه يعادي السامية. فإذا كنا نحمل راية فلسطين ونتهم بأننا نعادي السامية، فليعلم الصهاينة الذين لم نطبع معهم ولن نطبع مهما دار الزمن بأن 40 مليون نسمة كلهم يحملون راية فلسطين وكلهم يعادون السامية في نظر العدو الصهيوني المجرم والقاتل. كان على إسرائيل أن تلزم الصمت، لأنها ارتكبت مذابح كثيرة في حق شعب فلسطين، قتلت الشيوخ وقتلت الحوامل وقتلت العجزة والشباب، يعني إبادة لم يشهد لها التاريخ مثيلا، لم يشهد لها التاريخ مثيلا في جميع الحضارات البشرية. هكذا قتل بالليل والنهار، ومع ذلك ما زال عندها الوقت أن تفتح فمها وتقول على أن المنتخب المغربي معادي السامية. إلى أنتم وساميتكم إلى الجحيم إن شاء الله. فلسطين ستعود للفلسطينيين، وستخرجون من فلسطين مخذولين بإذن الرب عز وجل. وليس المغاربة فقط هم من يدعمون فلسطين، بل أحرار العالم، وكل محب للسلام وكل محب للعدل وكل محب للإنسانية يدعم فلسطين، يدعمها هكذا ويجهر بدعمها أمام كل الفاسدين وكل الظالمين وكل الديكتاتوريين. هناك موضوع ثاني. ألمانيا أو قناة ألمانيا اتهمت لاعبي المنتخب المغربي بأنهم دواعش لأنهم حملوا السبابة هكذا، وهي دليل على التوحيد، يعني شهادة أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. فإذا كنا نحمل السبابة هكذا ونوحد الرب سبحانه وتعالى توحيدا صادقا بكل إيمان وكل إخلاص وصدق، ويتهمنا أعداؤنا بأننا إرهابيون ومتطرفون، فليشهد العالم بأنني إرهابي ومتطرف، ولكنني مسالم أحب الخير للبشرية، ولا أكيد للآخرين كيدا، ولا أقتل الأبرياء، ولا أمارس أي ظلم أو إجرام في حق أي بشر. في أمان الله، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه.